حراسة المرمى 2 مساكين، حسام عبد الجواد 7 وجهاد جنيدي 24، باك يمين نور الجرحي وباك شمال 3 عاصم سعيد، وسط الملعب 6 رشاد فاروق وإيمانويل إيجيبتور رقم 25 الغاني، وفريد شوقي رقم 5. أمامه 2 مهاجمين، حسام حسن. نور الجرحي من ناحية اليمين عايز يعمل العرضية، نور الجرحي بيعمل العرضية جوه ال 18، الرأسية بتتشتت من علي جبر، لسه فيها خطورة مع الداخلية وتسديدة انما بتتشتت وتوصل عند ايمن حفني. بيحاول ايمن حفني لكن في راية وصفارة واعاقة وخطأ لمصلحة اللاعب ايمن حفني لاعب نادي الزمالك. ادي الاعادة وكان تدخل معاه من اللاعب فريد شوقي. بالمناسبة كان فريد شوقي ايضا هو المسؤول عن رقابة هذا اللاعب ايمن حفني في لقاء الدور الاول. هنلاقي بقى الثنائيات زي ما متعودين عليها، وحائط بشري مكون من 2 لاعبين. رشاد فاروق شكله هيلعبها وادي تسددها بالفعل، تسديده قويه لكنها الى خارج الملعب، ضربه مرمى. زعلان الشناوي بيتكلم مع لعيبته، كان يبدو انه بيشتكي ان الحائط البشري ما كانش واقف بالشكل المطلوب. والله تسديده قويه لكنها بعيده شويه، كانت محتاجه اتقان شويه من اللاعب رشاد فاروق رقم 6. الفريقين يسرعوا رتم الاداء بعض الشيء. سقوط على الارض وخطأ للاعب خالد قمر. حب خالد قمر دايما انه يخرج بره منطقة ال 18. ربما تكون دي توجيهات او تعليمات من المدير الفني نادي الزمالك. ادي مرور بمهارة، برافو حكم اللقاء، ما كانش فيها اعاقة للاعب حازم امام. طبعا كل القرارات التحكيمية هتتابعوا حضراتكم تحليلها بدقة مع خبيرنا التحكيمي الكابتن رضا البلتاجي. احمد توفيق بيلعبها جوه ال 18 لكن مش لحد ابدا الى خارج الملعب، ضربة المرمى. كان عامل نادي الزمالك قبل التوقف ارقام جيدة كان يرغبها جماهيره ما فيش شك، يعني من اكثر الفرق فوز هذا الموسم نادي الزمالك، فاز في 13 مباراة. خطيرة الهجمة النادي الداخلية، ممكن تكون فرصة انما بتتلعب بالعرض. الميم مش لحد ابدا بيضغط ويقطع نادي الزمالك مرة تانية، توصل عند معروف. هجمة مرتدة من احمد توفيق، خطيرة احمد توفيق، تتلعب عند ايمن حفني. لو دخل ال 18 هيبقى فيها خطورة كبيرة جدا. حفني، ايمن حفني عايز يمر، مر وعدى ايمن حفني بمهارة، مر من 1 و2 وسقوط على الارض ورايا من المساعد الثاني وخطأ لمصلحة نادي الزمالك، ومعها اول انذارات اللقاء. لعيب بقول لحضراتكم ايمن حفني عنده الحلول، عشان كده دايما بيعتمد عليه اي مدير فني نادي الزمالك. ادي اللعبة وادي كان الشد والاعاقة، ومعها انذار للاعب رقم 5. دي كانت برضو من المفارقات العجيبة، لان ايضا اللاعب فريد شوقي كان اخذ انذار في لقاء الدور الاول وكان تسبب فيه ايضا اللاعب ايمن حفني باول انذارات اللقاء مع حلول الدقيقة 16 من عمره. ايمن حفني على التنفيذ، تحس من شكل اللعبة انها ممكن تشكل خطورة على مرمى الداخلية. ايمن حفني لعبها عرضية فين الرأسية لكن بتفوت، بيحاول عليها ابراهيم صلاح لكن لسه حكم اللقاء بيقول تجاوزت خط المرمى والى ضربة المرمى. ادي الكابتن علاء عبد العال بيحمس لاعيبته، شايف ان مطبقين الطريقة الدفاعية اللي عاوزها منهم الكابتن علاء عبد العال. ادي اعادة للعبة وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي. حمادة طلبة تتلعب طولية، ممكن احمد علي يقدر احمد علي لكن استعجل احمد علي وسدد. كان عنده فرصة مهمة انه يروح بالكرة ويقرب اكتر، ادي مش عاجبه فيريرا اللعبة، كان عنده فرصة انه يروح ويقرب ويسدد. ادي الطريق كان مفتوح قدامه، كان ممكن يروح بسرعته لكن المسافة بعيدة وجسمه ما كانش معدول، وبالتالي خرجت بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. ومعها كانت ردة فعل على طول المدير الفني لنادي الزمالك وعدم رضائه عن اللعبة، لكن عموما خبطت وغيرت اتجاهها وخرجت لركنية. اتلعبت على طول مانويل وفريد شوقي ومعاهم قطاوي.
ايمن حفني بيحاول، وتسديده قويه من ايمن حفني انما بتمر الى جوار القائم وضربه المرمى. خطفها ايمن حفني التسديده اللي فاتت. لقى بقى الراجل قال لك اشتغل فردي وقرر الاعتماد على نفسه ويسدد. ادي مش راضي الكابتن علاء عبد العال عن التسديده، وادي تسديده ايمن حفني قويه لكنها غير متقنه بالشكل الكافي، بتمر الى خارج الملعب. احيانا في ظل التقفيل الدفاعي تسديد من خارج قوس ال 18 خلالهم نادي الزمالك انه يوصل للثلث الهجومي. ابراهيم صلاح، احمد علي، طوليه خطيره جدا، ممكن تكون فرصه مهمه لنادي الزمالك، خطيره ودفعه. وحكم اللقاء بيقول ايه؟ وقع على الارض ايمن حفني في اللعبه اللي فاتت بعد التدخل المشترك اللي كان مع فريد شوقي. ادي عدى ايمن حفني ولا تعليق. حكم اللقاء بيقول ان مفيش مخالفه على فريد شوقي مع ايمن حفني، والقرار هو قرار محمد الحنفي حكم اللقاء. ايضا هنتابع كل الحالات التحكيميه في استاد النيل بصحبه تحكيميه، فهتكون مع حكمنا وخبيرنا التحكيمي الكابتن رضا البلتاجي. تدخل كان قوي، بيعاني من اصابه اللاعب فريد شوقي في اللعبه اللي فاتت. واضح ان الاصابه في الركبه، بيتألم. سلامات لفريد شوقي، طلب له على طول محمد الحنفي الطاقم الطبي لعلاجه. هنشوفها ونتابعها في الاعاده مع بعض. ادي احمد توفيق، قويه، لا تدخل جامد، عمل التاكلينج هنا في قدم اللاعب فريد شوقي. باللعبات طبعا مش قاصد احمد توفيق، مفيش شك. هو لعبها طوليه عاصم سعيد، بيحاول عليها حسام باولو مع حسام حسن الحسامان، لكن في وتدخلات. ادي اللعبه، كمل في رجليه من تحت اللاعب حسام حسن. الزمالك اداؤه في بطء بعض الشيء. هات وخد، عايز يمر وياخد منها خطأ وفاول اللاعب حازم امام. سلامات محمد الحنفي. ادي اعاده ومرور كان من اللاعب حسام باولو. راجع حسام باولو من المنطقه الهجوميه عشان يعمل المسانده الدفاعيه لزمايله. احمد عيد ايضا توقعنا ما تبقاش فيها مشكله. ادي ايمن حفني، شكلها فيها جمله بالفعل بتتلعب جوه ال 18. خطيره. احمد علي بيلف بيه احمد علي، لكن خد وقت كبير قوي احمد علي وضاعت خطوره الهجمه. تباطأ فيها احمد علي في التسديد على المرمى لغايه ما تكتل دفاع نادي الداخليه وطلعوها الى خارج الملعب. محاولات وضغط من نادي الزمالك لادراك هدف اول قبل نهايه احداث الشوط الاول. نفس القصه ايمن حفني ومطالبه من شويه. شفنا خالد قمر بيطلب من حكم اللقاء باعطاء انذار لحسام عبد الجواد، بيظهر برضه في الكادر، لكن المره دي ايمن حفني مش خالد قمر وبيطلب انذار. لكن على فريد شوقي بقى هنا انه ياخد حذره، لان فريد شوقي عنده انذار. عشان كده ربما يكون ايمن حفني كان، لكن ده طبعا مش مبرر. يعني مش معنى كده ان احنا بنقول له اعترض على الحكم. الاعتراض مهاري زي ايمن حفني وارد جدا نسبة الطرد بالنسبة له واقصائه خارج الملعب اكيد هيتحذر. وادي بتتلعب اي حاجة لعبة ايمن حفني الى خارج الملعب ضربة مرمى. اكيد الكابتن علاء عبد العال هيتكلم مع ايمن او هيتكلم مع فريد شوقي في الجزئية دي ما بين الشوطين توجيهات. لكن تمريرة ايمانويل ما قدرش يعمل عليها السبرنت او يروح بسرعته النور الجرحي. طبعا لسه الكرات دي مش هترجع مع بدايات الدور الثاني. ادي اصابه مره اخرى للاعب حازم امام، لكن المره دي اعاقوا اللاعب رقم 6 رشاد فاروق كابتن فريق الداخليه. ادي اعاده للسبرنت اللي عمله لكن جوه الملعب. برافو تحسين ابو السادات، حكام المساعدين المميزين جدا بيبقوا مركزين قوي في الملعب. فيش جمله ممكن نلخصها لحضراتكم الشوط الاول نقدر نقول عليها انها كانت من لعبه جيده لاي من الفريقين. الفرص اللي ممكن نتكلم عنها في مدار في احداث الشوط الاول. معروف يوسف، هات وخد بدون مخالفه، يضغط ويقطع احمد علي بيحاول، انما ايمانويل بتعمل ايه يا راجل؟ احنا بنلعب هاندبول ولا ايه؟ خدها لمسه يد بشكل غريب قوي. نتمنى ان يكون هناك تعليمات سواء هنا او هنا، سواء لنادي الزمالك او لنادي الداخليه، اللي بيها نقدر نتفرج
على شوط تاني. معروف يوسف طولية جوه ال 18 لكن سابق وخطيرة، بيطلع احمد فوزي وجوه ال 18 مش ممكن، هجمة خطر لكن ضاعت بمنتهى السهولة على نادي الزمالك. ادي خالد قمر كان ممكن يتصرف فيها بشكل افضل من كده. وادي الاعادة، وقفوا لاعبي الداخلية يعني خطوة او خطوتين على وجود تسلل، لكن الاعادة واضحة لم يوجد تسلل، وبالتالي ما كانش فيه راية من محمد لطفي. اتلعبت الركنية، بيطلع احمد فوزي ويشيلها، ومعها صافرة محمد الحنفي بانتهاء احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. ابقوا قريبا حال بالنسبة لفريق الداخلية. ادي هجمة خطيرة، يقدر خالد، خطيرة جدا، ممكن فرصة، مش ممكن، فرصة ضائعة غريبة من نادي الزمالك واللاعب خالد قمر وما زال. لكن المرة دي ادي دكة البدلاء والجهاز الفني كلهم قاموا. اعادة وما كانش فيها اي تسلل. خالد قمر راح وضغط بسرعته لكن اتطرف بيها، وخروج احمد فوزي ما فيش شك انه كان فيه توقيت مناسب جدا. كان بيشتكي خالد قمر على مدار الدور الاول كله، كان بيقول لك انا عندي سوء حظ، المباراة او اللاعبين ما دخلوش في الجيم. طولية خطيرة جدا، لو استلم ممكن تكون فرصة الهدف اول، خطيرة جدا وفرصة، مش ممكن، فرص بالجملة بتضيع من نادي الزمالك. لكن المرة دي بيظهر في الكادر المتألق احمد فوزي وبينقذ لعبة احمد علي. الهجمة من البداية اتلعبت هدية كانت ما بين حازم امام واحمد علي، وعملها حازم امام بشكل اكتر من رائع للاعب احمد علي، لكن احمد علي رفض الهدية ولعبها في ايد احمد فوزي عشان يبقى خالد قمر ضيع انفراد، وايضا احمد علي بيضيع هو الاخر انفراد. كان قريب جدا انه يحط نادي الزمالك في المقدمة. ادي الاستلام بالمهارة العالية قوي من احمد عيد، كرة لزقت في رجليه واحمد علي كان عايز يحطها. احمد علي ما بين رجلين حارس المرمى احمد فوزي، لكن صعبة شوية الكرات دي انها تعدي، بيبقى فيها مجازفة. وادي خالد قمر معانا مخرج اللقاء على طول بيعد لنا الانفرادين، يبقى مفيش حد احسن من حد في مهاجمي نادي الزمالك، ومعها ايضا ردة فعل رغم ان نادي الزمالك بيلعب باتنين مهاجمين احمد علي وخالد قمر، لكن عرضية احمد عيد ما لقيتش متابع. احمد علي ممكن يسدد، وادي تسديده وجوه جول الهدف الاول لنادي الزمالك. تسديده كانت من حماده طلبه بشكل اكتر من رائع، فاجئ بيها الجميع اللاعب حماده طلبه عشان يسجل الهدف الاول مع حلول الدقيقه 15 من عمر الشوط الثاني، لتصبح النتيجه تقدم نادي الزمالك على الداخليه بهدف دون رد. عدى حماده طلبه، هنشوفها في الإعادة مع حضراتكم. أدي الإعادة، عد ومر، خدمته الظروف ولقى السكة مفتوحة قدامه، قال لك ليه لا ما جربش حظي، وسدد تسديدة قوية ما قابلوش حد من المدافعين، بتروح على طول في المرمى وتسجل الهدف الأول لنادي الزمالك. طبعا حمادة طلبة وفرحة حمادة طلبة والجهاز الفني والبدلاء بهذا الهدف، أكيد هدف من الأهداف الغالية على حمادة طلبة لأنه مش من اللعيبة اللي بتسجل بشكل مستمر مع نادي الزمالك. هنتابع بقى مع حضراتكم هل هيتغير الوضع على مستوى للنزول. هنتابع بقى هيستعين بيه الكابتن علاء عبد العال كبديل يمين. وادي العرضيه وخطيره جدا، فرصه لهدف التعادل وخطيره جدا، انما احمد الشناوي فرصه يعني الراجل حتى مش مصدق نفسه ان الفرصه دي ممكن تضيع. اتعملت فيها جمله بشكل مميز، ورأسيه ايمانويل بتروح للاعب رقم 24 جهاد جنيدي، لكن الشناوي واقف صاحي ومركز الشناوي وبيمسكها. كان متابع معاه ابراهيم صلاح، قام حتى ابراهيم صلاح مخضوض بيدور على الكوره افتكر. ادي احمد علي خارج ونازل عمر جابر، ونزل محمد حسن على الوضع الهجومي فطلع رشاد فراء ونزل الفيومي. وادي رأسية لكن اي حاجة الى خارج الملعب، رأسية اللاعب خالد قمر. ادي عرضية عمر جابر، خالد قمر لعبها وظهره للمرمى وبالتالي خرجت بالشكل اللي شفتوه حضراتكم. احمد علي اللاعب رقم 5. ادي الاعادة وادي الدفعة.
وبالفعل هو كارت احمر واقصاء للاعب فريد شوقي الى خارج ارضيه الملعب كما توقعنا الشوط الاول، لان قلنا حتى في لقاء الدور الاول اتذكر ايمن حفني هيلعب الكرة وادي اتلعبت وبتخبط، لكن حكم اللقاء بيقول ايه؟ حكم اللقاء بيصفر وبيوقف اللعب، هيطمئن على اللاعب. ادي اللعبة كانت اتلعبت من عمر جابر واصطدمت بايده. كان ايضا كنا بنتكلم قبل اللعبة اللي فاتت وبنقول على ان فريد شوقي ايضا تسبب معاه ايمن حفني في الانذار، وانذار لقطاوي. كابتن علاء عبد العال ادي واضح، يعني الصورة واضحة تماما في اللعبة اللي فاتت، ركلة الجزاء. لكن بات لنا يعني بانت لنا جدا في الاعادة. اللاعب احمد قطاوي كانت ايديه متحركة، ما كانتش ايده ثابتة، وبالتالي الكابتن محمد الحنفي اعتبر ان عنصر التعمد موجود بشكل واضح. هنشوف ركلة الجزاء، هل هيكون نادي الزمالك فيها مع موعد مع الهدف الثاني، ام ينجح احمد فوزي في ترك النتيجة كما هي، تقدم نادي الزمالك بهدف دون رد. وركلة الجزاء مستني انه ياخد الاذن من محمد الحنفي حكم اللقاء، وداخل. والهدف الثاني لنادي الزمالك جوه الجول، الهدف الثاني لنادي الزمالك. بينجح احمد عيد في انه يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك لتصبح النتيجة تقدم نادي الزمالك بهدفين دون رد. هدف الاول كان سجله في الدقيقة 15 من احداث الشوط الثاني اللاعب حمادة طلبة، لينجح احمد عيد في اللقطة امام حضراتكم في ادراك الهدف الثاني في الدقيقة 26 من احداث الشوط الثاني. الجيم رغم انه في الشوط الاول ما ينبئكش انك هتشوف في الشوط الثاني لقاء افضل على الوضعية الهجومية، لكن هي دي قيمة الفرق الكبيرة، هي دي قيمة الاندية اللي دايما كآخر تبديلات نادي الزمالك في لقاء اليوم. ادي التسديدة وادي تسديدة لكن ضعيفة في نص المرمى بيمسكها احمد فوزي حارس مرمى. تبديل خارج الخطوط. خلاص بقى الكابتن علاء عبد العال عارف انه دخل في الوقت الصعب اللي محتاج كل ورقة رابحة موجودة عنده على دكة البدلاء. ادي هجمة خطيرة لنادي الزمالك، احمد عيد لكن طمع احمد عيد في اللعبة اللي فاتت وسددها اي حاجة الى خارج الملعب. كان ممكن يعمل الربط مع خالد قمر كمان لطارق حامد، رجليه جامده طارق حامد لكن ما سددش، فتح لحازم امام. حازم امام هيعمل الامام العرضيه ولا هيمر؟ حازم امام بيعمل العرضيه، حازم امام وخطيره الرأسيه انما الى خارج الملعب، ضربه مرمى. خالد قمر لسه كنا بنتكلم عنه من شويه وبنقول ان خالد قمر مازال بيحاول لكن محتاج يركز. واضحه تماما العرضيه هديه من حازم امام، لكن حازم امام رفع العرضيه لخالد قمر ورفض الهديه، ناقصه تركيز كتير. خالد قمر طلع ارتقى لوحده لكن ما كانتش الرأسية فيها اتقان اللعبة اللي فاتت، انما ما بتوصلش لطارق حامد، بيضغط ويجيبها مرة تانية ايمن حفني اللي بدأ ينشط اداؤه بقاله حوالي 8-9 دقايق. خطيرة الهجمة، ممكن تكون فرصة ومش ممكن، خطيرة جدا اللعبة اللي فاتت، يعني فرصة ما فيش اسهل من كده. وبالتالي ادي الكابتن اسماعيل يوسف حاطط ايده على راسه، الراجل مش مصدق. ادي ضربوا مصيادة التسلل بشكل اكتر من رائع، والتمريرة اتلعبت لمين؟ لخالد قمر اللي مازال خالد قمر عند جماهير نادي الزمالك عليه علامات استفهام كبيرة جدا. فرص بتكون سهلة جدا وما بيكونش لها مثلا اللي في الصورة امام حضراتكم وتخرج الى ضربة المرمى. ادي اعادة للمرور والهدف الاول اللي سجله حمادة طلبة، تسديدة كان فيها توفيق كبير لحمادة طلبة اللعبة دي، لكن الراجل الحقيقة مجتهد ولا بد ان يلازم التوفيق المجتهد. وادي الهدف الثاني لنادي الزمالك اللي سجله اللاعب احمد عيد من ركلة جزاء، ومعها صافرة نهاية احداث الشوط الثاني والمباراة بفوز نادي الزمالك على الداخلية بهدفين دون رد. بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الزمالك الى 48 نقطة متصدرا جدول الدوري،
ويتجمد رصيد نادي الداخلية عند النقطة 25. سعدت بصحبتكم مشاهدينا الكرام.